ليه واحنا صغيرين كنا بنحس ان اليوم طويل ولما كبرنا بقى يعدي في ثواني؟ السر في دماغك، ايوه، ان مخك هو اللي بيحدد ازاي بتحس بالوقت. العلماء بيقولوا ان المخ ما بيقيسش الوقت بالدقايق والثواني، هو بيقيسه بالاحداث. والظاهره دي اسمها تايم بيرسبشن، ادراك الزمن. يعني مخك بيقيس الوقت بكم الاحداث اللي حصلت لك في مده زمنيه ما. والموضوع ده مرتبط بجزء في الدماغ اسمه الهيبوكامبس، وده المسؤول عن تخزين الذكريات وتنظيم الإحساس بالزمن. الهيبوكامبس بيشتغل زي الكاميرا، كل ما يحصل حدث جديد أو تجربة مختلفة بيسجلها كلقطة جوه الذاكرة. ولما الأيام كلها تبقى شبه بعض، يعني مفيش لقطات جديدة تتسجل، في يوم المخ يفتكر إن الوقت كده عدى بسرعة، وأنت تحس إن اليوم أو السنة طاروا هوا. العلم بيسمي ده تايم كومبريشن، انكماش الزمن بسبب التكرار. ولكن لما تعيش أيام مليانة أحداث وتجارب جديدة، المخ بيسجل علامات كتير على خط الزمن، فساعتها بتحس إن اليوم طويل ومليان تفاصيل. وده اللي العلماء بيسموه تايم اكسبانشن ثرو نوفيلتي، يعني الزمن بيتمد لما تكون حياتك فيها تجديد واكتشاف. عشان كده واحنا اطفال كنا بنحس ان اليوم طويل، لان كل حاجه في الطفوله كانت اول مره. ولكن لما بنكبر روتين الحياه بيخلي الايام شبه بعض، فدماغك تبطل تسجل لقطات جديده، فبقيت تحس ان السنين بتجري بسرعه وان الوقت بقى مفيهوش بركه. بس الحكايه مش مأساويه قوي كده، انك تقدر تغير ده. مش لازم تسافر ولا تعيش كل يوم مغامره جديده، كفايه بس انك تضيف حاجات جديده ليومك، زي مثلا طريقه مختلفه في شغلك، كتاب جديد تقراه، اكله جديده، اي حاجه تدي دماغك حدث يحفظه. وساعتها لما تبص ورا هتحس ان الوقت ما جريش منك، وانك استمتعت بكل لحظه في حياتك.